أهلا بكم في نشرة مرور صباح يوم الثلاثاء. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. يوم عمل رسمي دراسي وحكومي، خدمات مرورية مكثفة على كافة الطرق والمحاور والميادين الرئيسية لاستقبال أحجام السيارات وأعداد المشاة، مع انطلاق الموظفين لأعمالهم والطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمدارس. لذا شهد الشارع المصري منذ الصباح الباكر كثافات مرورية عالية في ظل تواجد أمني مروري مكثف بالتنسيق مع غرف العمليات، كل في نطاق اختصاصه، بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية، وخاصة في ساعات الذروة الصباحية وساعات الذروة المسائية. المسطحات العلوية أيضا شهدت كثافات مرورية عالية، أبرزها أعلى كوبري 6 أكتوبر المتجه لمناطق وسط المدينة، وأعلى كوبري الدقي المعدني المتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنزل كوبري 15 مايو اتجاه طريق الكورنيش، وأيضا كوبري فيصل المتجه إلى منزل شارع السودان، وكوبري الجامعة اتجاه منزل ميدان النهضة. أيضا الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى شهدت كثافات مرورية عالية، وأبرزها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى اتجاه القادم من القاهرة اتجاه الجيزة. لذا تم تعزيز أيضا الطرق السريعة بخدمات مميزة لسرعة التعامل مع الأعطال المرورية أو لا قدر الله حادث مروري. التزام قائد السيارة بالسرعة المحددة داخل المحافظات وعلى الطرق السريعة هام جدا للحفاظ على أمنه وسلامته مع الكثافات المرورية العالية التي شهدها الشارع المصري صباح اليوم الثلاثاء.